لا تبخلوا علينا بالاشتراك ولايك للفيديو لتشجيعنا. حرص وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي على تخصيص تمرين خاص للاعب حكيم زياش في تدريبات الاسود بعد مباراة زامبيا اللي خرجات ب1-0 واللي مكنت الاسود من التاهل لدور 16 بكاس الامم الافريقيه متصدر للمجموعه السادسه. وكشفت مصادر ان زياش ما خضاش تدريبات وفق النظام التقليدي حيث خاض تمرينات رفقه مسؤول العلاج الطبيعي لمنتخب المغرب في احدى الصالات الرياضيه. وعن الوضع ديالو الصحي كشفت المصادر انه ما تم الترويج له بشان سفر اللاعب حكيم زياش صوب عاصمة كوت ديفوار للعلاج، والكشف بالرنين المغناطيسي عن الإصابة ديالو ماشي صحيح. وأضافت المصادر أن بعض الآلام القوية اللي شعر بها زياش بعد المباراة مع زامبيا كان مرتاح اليوم، إلا أن الركراكي حرص على عدم الإرهاق ديالو في التدريبات.